يجب أن تعلم، أريد أن أتكلم في هذا الموضوع، أعطوني وقتي. أول شيء يجب أن تعلم مسألة قطع رزق، لا أحد يملك قطع الرزق عن أحد، والله عز وجل يغار. بمعنى آخر، إذا رأى أن العبد تسلط على عبد في رزقه فتح لذاك العبد أبواب الرزق، وهذه من رحمة الله. فلا تقل قطع الرزق، لأن الرزق بيد المولى، ولا يقطع الرزق حتى تموت. لن يقطع الرزق عن حي حتى يموت. متى ما مات الرجل اعلم أن الرزق انقطع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه الموت. هذه اتفقنا عليها. مسألة أن الرزق يأتي أحيانا ويقل، هذه من سنن الله. مسألة أن الرزق يأتي وأحيانا يقل من سنن الله. اسمعني، أعطني عقلك، ركز معي أرجوك. لماذا؟ الله عز وجل لما وصف الجنة ووصف فاكهة الجنة قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة بمعنى موجودة متوفرة دائما وأبدا، ليس كفاكهة الدنيا لها فصول معينة. فالرزق في الدنيا يقطع يقل وربما يزيد. الجنة لا، الرزق لا ينقطع ويبقى كما هو. فمسألة قطع رزقي، ما أحد يستطيع قطع الرزق، إنما هو سبب. واعلم إذا أنت قلت أنا أريد أن أصل لمرحلة المستمع أن ما نريد يعني تعجل الانتقام، ما يريد تعجل الانتقام. أنت لو جلست مع حاكم وشكوت له وقال لك الحاكم: أنا سأنصرك لكن اصبر، تصبر ولا ما تصبر؟ والله اصبر حتى لو أموت. فكيف رب العباد يقول لك إذا أنت مظلوم ودعوة صدحت منك: وعزتي، رب العباد يقسم بذاته: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مسألة رزق هذه من أشر الناس ومن أرذل الناس من يتسلط على إخوانه في رزقه. هذا أرذل الناس، لأن هذا الرزق هذا حسد. قال ابن تيمية رحمه الله: كل حاسد باغض، كل حاسد حاقد عفوا. لهذا لا يحسدك على رزقك إلا رجل حاقد لا يريد لك الخير. فإذا سعى رجل لأخذ رزقك والسعي في دمار رزقك وبيتك ومصدر عيشك، اعلم أن الله سيفتح لك أبواب الرزق جمعاء. لأن الله عز وجل حتى يبين لك أن الرزق ليس بمؤسسة وليس بمنصب حكومي وليس بشركة خاصة، هذا الرزق من الله، هو الذي وزعه على الخلائق سبحانه وتعالى. أنا أريد منك أن تطمئن، أريد منك أن تقول: حسبي الله فقط. إبراهيم عليه السلام قذف بالمنجنيق مربوطا، والذي قذفه أبوه وقومه، وقال له جبريل: لك إلي حاجة؟ قال: من كلام من الله نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل قال للنار، حتى ما أمر ملائكة لرفعة شأن إبراهيم، ما أمر ملائكة قال أمطري، ولا أمر، لا، قال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص، من أليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل هو الذي يكفي العباد، سبحان الله سبحانه. فأنت مسألة قطع الرزق أقول هو سبب ولم يقطع، لأنك حي. يقطع الرزق إذا أنت مت. اعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا. لهذا هو سألني: هل أعامله بالمثل؟ هو يقول: هل أعامله بالمثل؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اختر. الله عز وجل هو خيرك، رب العباد من فوق 7 سماوات خيرك، قال لك السيئة بالسيئة. قال الإمام أحمد رحمه الله معنى الآية: أي إذا رجل قال لك يا تافه قل له أنت تافه لا تأثم، لأنه هو الذي بدأ، جزاء سيئة بسيئة. لكن الله عز وجل أعطاك خيارا رائعا، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني رب العباد، شوف، خذها فائدة لي ولك، لا يوجد في نصوص الشرع شيء أجره على الله أخفي الأجر إلا الصيام والعفو. هذه فائدة لك مني لك ولي. لا يوجد شيء أخفي أجره إلا في الشرع إلا الصيام والعفو. واضح؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أخفي الأجر. والله عز وجل قال، أنا أتكلم الآن عن الأعمال، قال الله عز وجل أيضا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن رب العباد يقول لك: أجرك أنت علي عندي إذا أنت عفوت عن أخيك. فأنت اختر. لا أحد يستطيع أن يلزم المظلوم بالبقاء على الظلم على وجه الأرض. يعني عندنا الآن مشكلة وللأسف تنتشر حتى بين المحامين، ولعلي أتكلم لا وللأسف ما تطرق لها أحد سابقا. هي مسألة مثلا يقول لك محامي أو قاضي: القانون لا يحتمل المغفلين. هذه تكثر،
يقول القانون لا يحتمي المغفلين. أقول لك بارك الله فيك، الشرع جاء ليحمي المغفلين، يحمي. إذا يعني بمعنى آخر بمسألة كلمة القانون، القانون لا يحتمل أو لا يحتمل المغفلين، معنى آخر أن النصاب يجب أن يكون ذكي. فإذا أنت نصاب وذكي مشكلتك أنت إذا أنت ساذج. لا، جاء الشرع ليحميك حتى ولو كنت ساذجا، حتى ولو كنت أبله. شرع الله عز وجل يعمل عليك حصانة حتى مهما كنت. واضح؟ لهذا جاء الإسلام، لا يلزم الإسلام المظلوم على البقاء بالظلم في مسائل الأرزاق وغيرها، ما يلزم الإسلام. عندك مظلوم، إن عندك أمران: إما القضاء، هذه مسألة واضح، والله عز وجل أجاز لك هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، دل على أنه يوجد قضاء. الأمر الثاني أن تحتسب عند الله، قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنت بالخيار. واضح؟ ولا أحد يلزمك بما تصنع، والله أعلم. نعم.